أهمية تغيير تيل الفرامل في الموتوسيكل. السلام عليكم، معاكم نترو، والنهاردة هكلمكم عن أهمية تغيير تيل الفرامل باستمرار، وعلامات ممكن تظهر على تيل الفرامل إن هو محتاج يتغير. أولا كده لو أنت بتسمع صوت تصفيرة من الفرامل سواء قدام أو ورا، فدي علامة مؤكدة إن تيل الفرامل بتاعك خلص. لازم تبص عليه أولا. لو تيل الفرامل اتلحس خالص لازم تغير تيل الفرامل. اولا كده تيل الفرامل تغييره واجب، زيه زي زيت الموتور، زي ما بتحط بنزين في الموتوسيكل. دي برضو حياتك، وممكن يؤدي لحاجات ومشاكل كتير زي ما انا اتكلمت في الفيديو اللي فات. اولا كده انت هتروح تشتري تيل فرامل. لو موتوسيكل سنة 150 ممكن تلاقي التيل ده اصلا بحوالي 45 جنيه و50 جنيه وارقام كده. ولو مثلا الياباني بيبقى غالي ب 700 جنيه و 800 جنيه، بس طبعا الجودة اليابانية او الالمانية بتبقى اقوى بكتير من الاتيال بتاعت الصيني. اولا انت هتروح تشتري تيل فرامل عادي، هتجيبه. ولو انت مثلا عندك شوية عدة ممكن تفك الكاليبر بنفسك وتغير تيل فرامل، هتفك المسامير بتاعته وهتغير تيل فرامل. الدنيا سهلة جدا. ولو حابين اعمل لكم فيديو عن كيفية تغيير التيل اقدر اعمل لكم فيديو باذن الله الفترة الجاية. اهم حاجة ما تسترخصش خالص في تيل الفرامل، لان ممكن ده حياتك. لازم تجيب تيل كويس. في تيول بتبقى خامتها وحشة، ممكن تعمل لك مشاكل في الاسطوانة. وطبعا الاسطوانة دي اول ما بتبوظ بتبقى مصيبة، لان طبعا بتبقى بتعمل حاجة اسمها ريجة، والريجة دي ممكن تخلي التيل يقفش في اي ثانيه، وممكن اصلا تعمل لك رجه ولها مشاكل كتير جدا. لو انتوا حابين برضو اللي انا اتكلم عليها هتكلم عليها باذن الله. فاهم حاجه، ما تسترخصش في التيل اللي انت هتجيبه، وتجيب تيل نضيف. ولو انت ما بتعرفش تغير التيل روح لواحد فاهم يغير لك التيل ويزود لك الزيت وياخد هواء الزيت، وياخد هواء سوري الكاليبر صح، وتخلي الفرامل مشدوده شده كويسه. لو حد بقى حصل معاه مشكلة من التيل الفرامل أو أي تجربة مثلا حصلت معاك قبل كده، يا ريت تشاركنا بيها في الكومنتات. وطبعا ما تنساش تعمل لي فولو وتعمل لي لايك للفيديو عشان طبعا يوصل لغيرك، وتعمل شير. وبس كده، يا رب اكون فدتكم بكل حاجة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.